اهلا وسهلا بكم وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بافضل حال. رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وكل ما تمنيتوا في خاطركم بالتقوى والايمان. نتمنى ان شاء الله لكم الصحة والعافية. اليوم حبيت انني نشارك معكم معسلة اللي كتكون حاضرة على طاولة المغربية، رائعة جدا، مقرمشه لذيذه وبنينه، وكتحضر معنا فوق تواجيز. غنعملها معكم بورق الفينو، كتجي ولا اروع. دقيقه 90 تقدري سيداتي الا كنتي باقي ما عملتيش المعسلات فهذه سهله ماهله دغيا كتوجد معنا. بقاي معايا تشوفوا المكونات وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. وكما كتشاهدوا مكونات بهذا الشكل. عندي هنا واحد الباكيات ديال ورق الفينو، الكميه نتوما واللي حبيتو. غادي نجيبها وغادي نقسمها على جوج، وغادي نبدا نهز الوريقات بجوج وريقات بجوج وريقات. غادي نعملها في واحد المنديل وغادي نغطيها باش ما كتنشفش معانا بهذا الشكل هذا. غادي نحط جوج وريقات على سطح العمل، والعقده فيها 500 غرام ديال الفول السوداني، وفيها كذلك ملعقه ديال القرفه، وكذلك جوج معالق كبار ديال الزبده وشويه ديال المزهر. باش جمعتها راني سبقت وحضرتها معكم في البريوات والصيغار، كتجي رائعه جدا. في هذا الاثناء غادي نوضعوا الورق الفينو جوج وريقات حطيتهم على سطح العمل. غادي نبدا نجمع فيها بشكل بلي. انتم شاهدوا عمليه سهله جدا وكتجي واحد المعسله ولا اروع. غادي نعمل لي بلي بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ شويه من العقده، غادي نعمل كويره، والحجم نتوما واللي حبيتو، بغيتوها صغيره بغيتوها كبيره نتوما واللي حبيتو. غادي نعملها في وسط دوك لي بلي. العمليه سهله جدا والفيديو شارح نفسه، نتوما شاهدوا. من بعد ما عملتها في الوسط غادي نغطيها بهذوك لي بلي، وغادي نورك على الجوانب، وغادي نجيب سكين وغادي نقطعو بهذا الشكل هذا. كتجي رائعه جدا. انتم شوفوا رزيمات كيجيو رائعين جدا، او سليلات او وريضات نتوما واللي حبيتو. فهاد الوصفه غتكون حصريه على اليوتيوب، كتجي رائعه جدا. نتوما شاهدوا راني بديت انا خدامه، وكنحط في الطاوه ديالي اللي كتكون مدهونه بشويه ديال الزيت او الزبده، وغنجيب الزبده اللي ذوبتها بهذا الشكل وزدت فيها شويه ديال الزيت، وغادي نبداو مباشره ملي كنحطوا الرزيمات ديالنا كنسقيوهم. انتم شاهدوا كنسقيوهم من الفوق، واخا تقطع معاكم فمباشره من بعد ما كتعملوا معاها كدهنوها بديك الزبده والزيت كتسد وكتجي ولا اروع. غادي نبقى مستمره بهذا الشكل هذا حتى كنسالي الكميه اللي عندي. فهي معسله جد سهله. دقيقه 90 توجديها سيداتي الا كنتي باقا ما عملتيش المعسلات الرمضانيه. هذه كتجي رائعه جدا، مقرمشه لذيذه وبنينه ولا اروع كتجي. نتوما شاهدوا كنعملها في الوسط مباشره، كنغطيها كنلففها في هذوك لي بلي وكنورك على الجوانب. واخا تحل كما قلت لكم راه مباشره من بعد ما كدهنوها او كتسقيوها كتشد. انتم رائع جدا، كتجي ولا اروع. معسلات رمضانيه بامتياز كتكون حاضره معنا على طاوله رمضان. انتم شاهدوا من بعد ما كملتهم سقيتهم بهذيك السقوه ديال الزيت والزبده مذوبه، كتجي رائعه جدا. في هذا الاثناء غادي نكون شعلنا الفرن على 180 درجه، غندخلوها طيب. انا شعلت ليها الفرفاره من الفوق للتحت، نتلاقى معاكم من بعد ما طيب. من بعد ما طابت معانا كتجي بهذا الشكل هذا. فهي ما كتاخذش لينا في الطياب وقت كثير، كتجي رائعه جدا. مباشره من بعد ما كتخرجوها وهي سخونه كنجيبوا العسل اللي سبق لي وعملته معكم في القناه، كيجي رائع جدا. غادي نبدا نسقي فيها. نتوما شاهدوا العسل رائع ناجح 100%. غادي نبدا نسقيها بهذا الشكل هذا جيدا. وانتم واللي بغيتوا ديروا القطر تقدروا ديروه. انا عملت العسل كتجي رائعه جدا. وتزيين لكم اختياري، بغيتوا تعملوا ريضات ديال
الورد بغيتو تعملوا اي تزيين، كاوكاو، اللوز، كونكاسي او لا ايفيلي، الكركاع، نتوما واللي حبيتو. وكنخليوها تبرد جيدا، وكنقدموها بالصحه والراحه لعائلاتكم لوليداتكم. رائع جدا، كتكون حاضره معنا على طاوله رمضان، روعه. المهم فيها انها سهله وكتوجد معنا بسرعه، ما كتاخذش لينا وقت كتير. كنقدمها لكم بالصحه والراحه، كتجي ولا اروع من بعد ما تبرد معنا. غنتلاقى معكم ان شاء الله باذن الله في طبق التقديم، نقدمها لكم بالصحه والراحه. من بعد ما تلاقينا في طبق التقديم كتجي رائعه جدا. انا زوقتها او زينتها بحبيبات ارجونتي وصفرين، ودرت لها شويه ديال البريون. نتمنى الوصفه تنال رضاكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. رمضان كريم.